عندما يبحث العالم عن رجل السلام في زمن تنوعت فيه أساليب الحروب، عندما يفتش العالم عن رجل الاقتصاد في زمن توالت فيه الانهيارات المالية، عندما يؤرخ العالم لرجل صنع التاريخ في زمن تداخلت فيه الحدود وتغيرت خريطة العالم، عندما يسعد العالم برجل الإنسانية في زمن ضاعت فيه قيمة الإنسان، عندما يشير العالم لرجل المهمات في زمن انتهت وانصهرت فيه معادن القيادات، عندما يتهافت العالم لرجل التسامح في زمن شريعة الغاب، عندما يتبع العالم رجل القيادة في زمن ساد فيه يحب الأناء، عندما يتفق العالم على زعيم العالم في زمن انقرض فيه كل زعيم، سنجد الإجابة واحدة: إنه عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك تجاوز عطاؤه وسخاؤه ليشمل إنسان العالم، رجل السلام بشهادة القياصرة، ورجل الاقتصاد بشهادة الرأسماليين، ورجل التاريخ حتى بشهادة مشوهوه، ورجل الإنسانية بشهادة الإنسان، ورجل المهمات بشهادة القيادات، ورجل التسامح حتى بشهادة المعتدين، ورجل القيادة بشهادة الرجال، رجل وهب حياته لأمته الإسلامية فدافع عنها وحاور بها وجاهد لأجلها، رجل قدم نفسه لكل تقارب عربي فقدم أروع التضحيات ليتصالح العرب ولتتقارب القلوب، فكان تسامحه تجاه الكثير مما ألم به وتجاه من أساءوا إليه، فكان عنوان كيفية تصرف القادة تجاه الملمات. قائد ضحى بوقته وصحته تجاه أبناء شعبه، فبادلوه حبا بحب ورجاء بأمنيات، ودعا لرب السماوات بأن يشفي الله لهم قائدهم وزعيمهم، قائدا تدور أمته للقياه عندما تدور الشعوب على قياداتها، قائدا يتمنى تابعوه أن يقوه ويفدوه بحياتهم في زمن تتمنى بعض الشعوب أن يفارقها قائدهم. إنه عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وشعبه المخلص الأبي، فهنيئا لنا عودته سالما معافى، وهنيئا لنا حبنا ودعاءنا له، وهنيئا للعالم بعودة ملك ستتعاقب أزمنة حتى تجود بمثله. دمت لنا قائدا وملكا وملهما، ودامت أفراحك يا وطن. أما الآن